إزاي بنشوف حكايتنا وإزاي بنحكيها لنفسنا؟ هو ده اللي بيتحكم في ردود أفعالنا وإزاي بنشوف الحياة عموما. بعد كده ممكن نفس الحكاية يشوفوها اتنين لكن يحكوها بطريقتين مختلفين. ممكن نشوف نفس الحكاية من زاويتين مختلفين تماما. ممكن يبقى عندنا حكاية سلبية لكل حكاية حتى لو كانت إيجابية، نعيش فيها ونتألم بيها ونحكيها كمان لغيرنا، ونتشكى الظروف والحياة ونحط عليها شماعات لكل أفعالنا، ونعيش مقيدين جوه صورتنا الذهنية عن نفسنا، لا قادرين نخرج من الشرنقة اللي حبسنا نفسنا جواها ولا حتى بنحاول، ومستسلمين وسايبين الحياة تودينا في اتجاه عشان نرجع نعيش أكتر الوجع ونبقى جوه الحكاية فعلا وما نعرفش نخرج بره أبدا. وفي حكاية إيجابية لكل موقف أو ظروف بنمر بيها حتى لو كانت الحكاية قاسية جدا وشديدة علينا فعلا، وفي عيون غيرنا حكايتنا صعبة وحياتنا رايحة، لكننا بندور فيها على زاوية نشوف منها حاجة تفتح نفسنا وتنور طريقنا، حاجة نعيش بيها أمل وتفاؤل برغم إن كل حاجة بتدفعنا إننا نضعف ونستسلم للوجع أو حتى نعيش العادي. أنت اللي بتصنع حكايتك بنفسك بالطريقة اللي بتحكي بيها الحكاية لنفسك وترددها لحد ما تصدقها وتقتنع بيها وتبقى هي الحكاية الحقيقية حتى لو بعيدة تماما عن الواقع. أنت اللي ممكن تخلي حياتك قصة نجاح اتعلمت فيها من الغلط ومن القاسي ومن الصدمات والتجارب ومرات الفشل، وتشوف نفسك سعيد ومبسوط لأنك استجمعت قوتك بعد صدماتك وخسائرك والحاجات المهمة والناس الغالية اللي فقدتها في حياتك، وانت مكمل في طريقك وواثق انك هتقدر. زي ما عديت كل حاجة صعبة تعدي غيرها، وزي ما عملت حاجات رائعة هتعمل أضعافها لأنك واثق في الله وعندك أمل ويقين ونظرة إيجابية للحياة من حواليك مهما ضاقت بيك الدنيا، أو تحكي قصة وجع وفشل بعد فشل وفقد بعد فقد ومحدش بقي والكل خذلك وباعك، وتهين نفسك وتشكك فيها وتشك في كل ايد طيبة تتمد ليك لانك لسه خايف بسبب التجارب السيئة اللي واجهتك في حياتك. نفس القصة لكن 2 سيناريو من ابداع افكارك ومعتقداتك وقناعاتك ممكن تكون سبب في تحول مسار حياتك في اتجاه مختلف تماما، وعلى حسب اختيار السيناريو بتكمل باقي حياتك.